أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي الكرام. الكل يذكر ما قاله تبون من قبل، وأقوال تبون لا تحصى ولا تعد، فهو رئيس كذاب. لم تشهد الجزائر أن كان على رأس رئاسة الجمهورية رئيس كذاب مثل عبد المجيد تبون. أمر غير مسبوق حقيقة يا إخواني. رح نضرب مثال فقط، يعني لو نسترسل في أكاذيب تبون منذ كان وزير وبعد وزير أول وبعد رئيس الجمهورية ما كفانا المقام ولا أي شيء لمعرفة أكاذيب وحصر أكاذيب هذا الشخص الذي يطلق في الكذبة ولا يعود بخطى إلى الخلف. يا جماعة، قبل ما نعرض لكم وش قال تبون، تداولت وسائل الإعلام هذا الخبر بداية من وكالة رويترز التي هاي تظهر أمامكم. وش قال رويترز؟ متعاملون، نعم متعاملون الجزائر اشترت حوالي 500 ألف طن في 24 ديسمبر 2025. واش قال؟ هامبورغ 24 ديسمبر كانون الأول رويترز قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء أن الديوان الجزائري المهني للحبوب الحكومي ربما اشترى ما يتراوح من 500 ألف طن إلى 550 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة دولية أمس الثلاثاء. قال لك ربما لا تعود، أنا أعتقد في تقديري أنها لا تعود على فعل الشراء بحد ذاته، تعود ربما على القيمة ما بين 500 و 550 ألف طن. وبلغت التقديرات الأولية لسعر الشراء نحو 315 دولار للطن، شاملا التكلفة والشحن لحمولات كبيرة الحجم على سفن من فئة باناماكس، وما يتراوح من 323 و 324 دولار للطن لشحنات أصغر حجما على سفن من فئة هاندي ماكس. تقدم لكم وكالة التلفزيون عبر نشرة كذا. وطلبت المناقصة الشحن في 4 فترات خلال 2026 من أول فبراير شباط وحتى من الشهر نفسه، ومن 16 فبراير شباط إلى 28 من ذات الشهر، ومن أول مارس أذار إلى منتصف الشهر، ومن 16 مارس أذار إلى نهاية الشهر. ولا تعلن الجزائر نتائج مناقصاتها، وتعتمد النتائج المتداولة على تقديرات المتعاملين، وربما تظهر تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والكميات لاحقا. الجزائر ما تعلمش. المهم، نشرت وكالة رويترز هذا الخبر اللي أراكم شاهدتوه أمامكم على موقع هذه الوكالة الدولية ذات المصداقية العالية. لم يقتصر الأمر على هذه الوكالة، بل أنه جريدة الشروق الجزائرية هي نشرت ماذا تقول الشروق. هاي أمامكم. بنحو 315 دولار للطن الجزائر تشتري نحو 500 ألف طن من القمح الصلب. قال تشتري. واش تقول الشروق ترى في الخبر نتاعها؟ كشف متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب ربما اشترى ما بين 500 ألف طن و 550 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة دولية جرت الثلاثاء وفق تقديرات أولية متداولة في الأسواق. وأوضحت وكالة رويترز نقلا عن المتعاملين بأن سعر الشراء قدر كذا كذا كذا. إذن الشروق نقلت الخبر على وكالة رويترز، وطبعا تم تداوله في كثير من المواقع الأخرى. في نهاية 2025 الجزائر تشتري ما بين 500 و 550 ألف طن من القمح الصلب. الشروق عودته. لكن في ظل هذا الموضوع هل تذكرون ما قال تبون واحد اليوم؟ اسمعوا. 2025 إلى الاكتفاء. اسمع تشوفوا من الأول. في نهاية
2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب إن شاء الله. في نهاية 2025 رايح نكتفي بالقمح. قال لك نكتفي اكتفاء ذاتي نهاية 2025. نصل إن شاء الله في سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي بدون أن نستورد ولا قنطار واحد من الشعير والذرة. يزيد عوش يعاود والتام في القمح الصلب إن شاء الله. وسنصل إن شاء الله في سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي بدون أن نستورد ولا قنطار واحد من الشعير والذرة. وسنوسع المساحات المسقية لفلاحتنا بحوالي 1,000,000 هكتار مسقي جديد إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص سمعتوا عبد المجيد تبون وش يقول؟ قال لك في نهاية 2025 سنكتفي، يكون اكتفاء ذاتي من القمح. وها هو في نهاية يشاء رب العالمين في نهاية 2025 الموعد اللي أعطاه تبون باش نكتفوا اكتفاء ذاتي، الجزائر تستورد دخلت في مناقصة واشترت نحو ما بين 500,000 و550,000 طن من القمح. ماذا يدل على هذا؟ طبيعي أن مرينا بمرحلة كاين قحط. السياسة الفلاحية في الجزائر سيئة، هذه راني معاكم فيها. ولجوء الدولة في بعض الأحيان لظروف تتعلق بالجفاف، تتعلق بالكوارث الطبيعية، تتعلق بأشياء معينة إلى الاستيراد، ما هوش عيب. العيب يا عبد المجيد تبون أنك تعطي لو موعد للاكتفاء الذاتي، ويشاء رب العالمين أنه في هذا الموعد بالضبط الجزائر تستورد القمح. احنا فسر للجزائريين، لأن الجزائريين يحتقرهم النظام، الجزائريين ما عندهمش حتى قيمة لدى النظام. لأنه لو كنا في دولة تحترم شعبها، دولة شعبها عنده قيمة عندها، راح يفسر لهم. يخرج تبون قبل ما تخرج هذه الأخبار قال يا جماعة أنا بالفعل أعطيت لكم موعد، كانت عندنا واحد المعطيات، راهي أسباب معينة تتعلق بمرحلة جفاف مرت بها البلاد، بقلة الأمطار، بالإمكانيات اللي خصصناها من أجل سقي أراضي راهي مازال ما تمتش، لأنه الجدول الزمني الذي قدم لي شخصيا على أساس أنه في التاريخ الفلاني نكون ننتهي من هذه المشاريع، لكن المشاريع لم تنتهي في موعدها لعدة أسباب معينة. وسنقوم بمحاسبة من قدموا لنا الوعود وقدموا لنا المشاريع على أساس هذا الاكتفاء الذاتي، رانا اضطرينا أننا نستورد. لو كانت دولة رئيسها يحترم شعبه، وهو ما هو الشعب ما ينتخبوش، هو رئيس معين من طرف العسكر، كان يقول والعسكر يصفقوا له فقط، هو المهم يرضوا عليه العسكر، والكلام كي يفوت انتهى. لأنه عارف لو كان جينا في دولة الشعب هو اللي ينتخب ومصير تبون بيد صناديق الاقتراع، والله ما يكذب عليهم ولا يتجرأ يكذب عليهم ويعطي أرقام ويعطي وعود ويلحس وعوده بطريقة قذرة. نعم مش لكن ما دام اللي عينه مازال قادر يعينه وقادر ينهي خدمته وخدماته، فهو لا يهمه الشعب، لأنه لا يوجد شعب محتقر من طرف نظام حكمه مثل الشعب الجزائري. هذه هي الحقيقة. إذن في نهاية 2025 تنفضح وعود تبون الكاذبة. المشكلة يا سادة أنه ليس تبون أعطى وعد بناء على حيثيات جاءت كارثة طبيعية أو جاءت أزمة فلاحية أو جاء جفاف أو شيء من هذا القبيل، ما حققتش، حققت جزء، ما تحقق والو. وعود كاذبة يطلقها على عواهنها، وأحيانا يعطون المحيطين تاعه كذبة صغيرة يزيد ينفخ فيها هو، لأنه بطبعه رئيس كذاب. هنا مكمن الخطر. نعم
هنا مكمن الداء، هنا تكمن المصيبة الحقيقية، عندما يأتي رئيس يطلق الوعود الكذابة ويثبت كذبها. أعطوني وعد أطلقه تبون منذ وصل إلى السلطة ونجح، ما كانش هذا له مجرد نموذج. والجزائر لجأت إلى هذا الاستيراد من قبل، وين راح القطار اللي من الشمال إلى أقصى الجنوب؟ وين راحت الجلف نحولها إلى أفضل من كذا؟ وين راحت تندوف تولي كي دبي؟ وين راحت أدرار واش تولي؟ وين راحوا هذا الكل؟ يا شعب الجزائري، اللوم ليس لوم على رئيس كذاب. تبون ابن النظام، ومنذ كان رئيس دائرة هو كذاب، معروف بأنه كذاب، وعينته ما يثقوش فيه. مش هنا المشكلة، ولا المشكلة أنك أمام منظومة مبنية على الكذب. هنا الخطر. أنا لا أرى أي شكل من أشكال الخوف أن الجزائر لجأت إلى الاستيراد، لأن الجزائر ما عندهاش بديل، ما عندهاش إمكانيات. النظام ما عندوش سياسة اقتصادية وفلاحية ممكن أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي في مرحلة معينة. كله كلام فارغ. الفساد الموجود في قطاع الفلاحة والاستيلاء على الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى عقارات وما إلى ذلك راه ما يندى له الجبين. المشكلة الأساسية تكمن في أنه هذا النظام يتفنن في الكذب على شعب. وين هي؟ الجزائر لم تلجأ إلى المديونية، والجزائر ما الإنسان لا يخلص. يا أخي قلت تبوه رايح يجي اليوم في ظل انهيار العملة، في ظل تراجع أسعار النفط، في ظل تآكل احتياط الصرف، في ظل تصاعد المديونية الداخلية، في ظل تصاعد التضخم. كل هذه ستضطر الجزائر وتلجأ إلى المديونية، وبشروط أخرى. مما ستضطر إليه الجزائر هو أنها تتراجع وتقلل من الوظائف ويزيد حجم البطالة، لأن الأموال اللي يصرف فيها تبون ميزانية 130 مليار دولار على في قانون المالية 2026. ميزانية الجيش التي لا تحصى ولا تعد راهي مليارات تذهب على أسلحة، والأسلحة مكدسة. نعم مكدسة في الكازرنات، كاين أسلحة يجري إعدامها، وتزيدوا يستوردوا فقط من أجل ماذا؟ من أجل أنهم ينهبوا يسرقوا، يجيبوا غواصات يحطوهم حتى يوكلهم يغرشوا، ثم يعاودوا يخدموهم بأموال طائلة. كازرنات يعاودوا لها الصباغة ويعاودوا الحيوط ويعاودوا كذا من أجل أن ينهوا الميزانية السنوية. راهو خلاها عليكم العسكر، والجزائريين يدوا الفتات عن طريق أولادهم اللي يخدموا في الكازرنات. هي الحقيقة. لذلك إخواني الكرام، المواطن الذي لا يستفيق مع هذا الخبر وهذا الرئيس الكذاب، كلمة رئيس بين ظفرين وهو رئيس معين من طرف جنرالات، فهم سيأتي عليكم اليوم وسترون نتائج هذه السياسة. والله يا جزائريين راح توصلوا اليوم اللي محظوظ منكم ولده يخدم، واللي محظوظ يلقى الخبز يشريها، والمحظوظ أنه يلقى سيارة تكون يرفد فيها أولاده.